السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل اي حاجة صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، عشان اليوم ما بيكملش غير بالصلاة على النبي. طبعا انا بشكر اي حد يا حبايبي اشترك عندي جديد، بشكر اي حد كتب لي كومنت حلو، بشكر اي حد زاد اللايك حلو، بشكر اي حد شاف لي الفيديوهات والاعلانات. ربنا يخليكم ليا يا رب، ربنا يبعد عنكم المرض، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم، ربنا يا رب يخلي لكم ولادكم ويحبب فيكم خلقه، ويجعل يا رب الجلال في ايدكم كتير، ويخلي لكم ازواجكم يا رب، ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا، ويديمكم نعمه في حياتي يا رب العالمين. يا متابعيني يا حبايبي صلوا على سيدنا محمد كده يا حبايبي، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ربنا يا رب ما يحوشكم لحد ويستركم دنيا واخره زي ما انتوا بتقفوا مع الناس الغلابه يا رب العالمين. ربنا يا رب ينصر اخواتنا في غزة وفلسطين واهل سوريا واهل السودان واهل اليمن واهل لبنان وكل الناس يا رب العالمين. ربنا يا رب اي بلد واي دولة عربية ربنا يا رب ينصرهم على مين يعاديهم يا رب، وما يجيبش اي حاجة وحشة يا رب العالمين. ربنا يا رب يرحم سيدي وستي وبنت عمي، ويرحم حماية يا رب، ويجعل قبره رب يا رب من روضة من رياض الجنة يا رب العالمين، ويرحم أموات المسلمين جميعا. ربنا يا رب يشفينا ويشفي كل مريض، ويشفي كل مريض يا رب يتألم يا رب يا رب العالمين، عاجل وغير آجل. ربنا يا رب يدي كل مشتاق الذرية الصالحة يا رب، يا رب يا رب يدي كل مشتاق يا رب، يدي كل الناس يا رب الذرية الصالحة يا رب العالمين. ربنا يديني ويديكوا الخير كله يا رب. معلش يا حبايبي انا عايزه اقول لكم صوتي واجعني هنا زي بعض، مش قادره اتكلم، عندي دور برد وانفلونزا تعبانه قوي معرفش ليه. انا والواد حمودي ابني كل شويه نحتس وش بعضينا، ما نعرفش هو يحتس وشي وانا احتس، بس هو اللي بدأ الأول، شكله هو اللي عداني. يلا الحمد لله، صلوا على النبي يا حبايبي. طبعا يا حبايب قلبي أنا كنت في السوق أنا وأبو مريم، رحنا جبنا شوية حاجات يعني بسيطة. طبعا انتوا عارفين إن أنا بجيب حاجتي أول بأول، وبعمل أكل أول بأول. إيه، عشان انتوا عارفين ان انا ما عنديش ايه تلاجة وكده تحفظ الحاجه، فممكن ايه لو زودت الحاجه تبوظ مني، فانا بجيب حاجتي على الجد يعني. صلوا على النبي يا حبايبي، صلوا على النبي كده وادعوا لي ربنا يحفى عني، لان انا ايه لسه ايه داخله في الدور اهو، دور البرد، فربنا يسترها. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. رحت السوق جبت عنب، وجبت رمان اللي كانوا بيحبوه، وجبت كبده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. العيال قالوا لنا يا ماما عايزين ناكل كبده، نفسنا في كبده، قلت لهم حاضر. رحت جايبه نص كيلو كبده، واللهم صل على سيدنا محمد. جايبه فلفل اسمر وملح، واللهم صل على سيدنا محمد توابل ومش عارف ايه ومرقه، عشان المرقه دي يا حبايبي اعمل بقى اللهم صل على النبي المكرونه. وطبعا يا حبايبي ايه جبت عيش زي ما انتوا شايفين، واللهم صل على سيدنا محمد. جبت بتاع دوت مخلل، وجبت جبنه للعيال ناشفه حادقه عشان المدرسه، جبت لهم ب10 جنيه جبنه ناشفه حادقه عشان المدرسه وكده، وجبت ب10 جنيه مخلل ناكله مع الكبده والمكرونه. بصراحه ايه يعني حلو بصراحه، يعني بيخلينا ناكل. وطبعا هنا جبت عيش كايزر يا حبايبي، لان انا ايه ملقتش بصراحه عيش فينو في المخبز. كان الراجل ايه يخلص وكان بيقول لي قدامه يجي ساعتين ويطلع العيش، وانا كنت بالليل بصراحه متاخر انا وابونا، فقلت اجيب ايه بدل العيش الفينو كايزر اي حاجه وامشي ايه وامشي حالي، اعمل ايه يعني للعيال ايه السندوتشات. فقلت اي حاجه وخلاص، المهم العيال ايه يبقى معاهم سندوتشات ايه الصبح وكده زي ما انتوا شايفين. صليت على النبي، جبت نص كيلو مكرونه. وطبعا يا حبايبي البصل ايه انا ايه قلت اعمل المكرونه بالبصل المره دي، يعني انا كنت كل مره اعمله يعني مثلا ايه اللهم صل على سيدنا محمد بالثوم وكده، المره دي قلت اعمل بالبصل، قلت ايه اعمل بالبصل بيبقى حلو برضك. وزي ما انتوا شايفين جبت حله قلت اشطفها، انا ضحكه المواعين وكده بس قلت اشطف ايه الحله وبعد كده اعمل المكرونه الاول يعني. تعبانه قوي، تعبانه والله العظيم، بصوا تعبانه خالص، مش عارفه اعمل ايه، عندي دور برد جامد قوي الحمد لله. المهم قلت يا حبايبي اعمل ايه اعمل المكرونه. على فكره يا حبايبي الكبده دي كبده مستورده مش بلدي يعني، جبان مستورد، اي حاجه بناكلها بلدي مستورد، اي حاجه ما بنقولش ان نعمه ربنا ايه لا يعني. الحمد لله
ربنا يا رب يديم علينا نعمة ويحفظها من الزوال. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر يا رب. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر. احنا احسن من غيرنا، في ناس مش طايلة والله، لا مستورد ولا بلدي. فالحمد لله، ربنا يا رب يديم علينا نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. هنا كده طبعا يا حبايبي قلت اعمل ايه؟ اعمل يعني انا ما عملتش بصل كتير بصراحه. انا جايبه نص كيلو، خدت عنهم 3 بصلات صغيرين زي ما انتم شايفين. طبعا انا مش لاقيه السكينه الصغيره، قعدت ادور عليها والله، دي لي يومين 3 عمال ادور عليها مش لاقيها السكينه الصغيره. فقلت بقى ايه، ما بداش بقى عندي السكينه كبيره، رحت قلت والله لا اعمل بيها، بس كبيره جا وجعت ايديا. يلا الحمد لله. المهم، اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا حبايبي، صلوا عليه يشفع لنا. والله ما حد واخد حاجة معايا غير الصلاة على النبي. صلوا على سيدنا محمد، صلوا عليه يزيدكوا صلاة. المهم يا حبايبي، هنا ايه، قلت اعمل المكرونة زي ما انتوا شايفين. وطبعا كنت مجهزة البصل وايه، وفاتحة ايه على المية، يعني غسلت وسبت ايه. قلت بقى ايه، اللهم صل على النبي، ايه، اعمل المكرونة بقى زي ما انتوا شايفين. ما مش عارفة البتاع متعجنة، رحت قلت اما ايه نقطعها الكيسة ونفضي المكرونة زي ما انتوا شايفين. ربنا يخليكم ليا يا رب على وقفتكم جنبي، والله ما عارفه اقول لكم ايه. يعني بصوا، ربنا يخليكم ليا يا رب، والله العظيم من غيركم وانا ولا حاجه، والله انا من غيركم ولا حاجه. ربنا يا رب يخليكم ليا ويبعد عنكم المرض وما يحوشكم لحد يا رب، ويستركم دنيا واخره، زي ما بتقفوا مع الناس الغلابه، زي ما بتقفوا جنبي. وانا عارفه ان انا محتويه على قد حالي، معلش. ربنا ان شاء الله كريم، وربنا يعني ربنا يقوينا ويعيننا يا رب، وان شاء الله واعمل لكم احلى فيديوهات باذن الله. معلش يا حبايبي والله. وانا معلش يعني مأخر عليكم في الفيديوهات زي بعض، والله غصب عني. حمودي ابني ربنا يخليه يا رب ويبارك لي فيه، مغلبني والله، ومش بعرف اعمل حاجه منه والله، فين وفين قبل ما اعمل الحاجه يعني. والله انا الفيديو ده كنت عاملاه بالصوت، بس حمودي قاعد يعيط فيه فبوظهولي بصراحة. فعطيته للبت عطيته للبت مريم اللهم صل على النبي، ايه، تشيلهولي. هنا يا حبايبي زي ما انتوا ايه شايفيني، عملت المكرونة، حمرتها وتشيت المية، واللهم صل على سيدنا محمد. حطيت المرقة وفلفل اسمر، حبة فلفل اسمر ومرقة بس، وحبة ملح يعني. بس يا حبايبي صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزه اقول لكم ان انا مش قادره اخد نفسي. انا مش عارفه ايه، مريم كانت عيانه، مريم بتاخدنا بالدور ولا ايه مش عارفه. مريم حتى لحد الان والله يا عيني تعبانه والله. طبعا يا حبايبي عملت المكرونه وحمرتها وطبعا غطيتها. وهنا ابتديت يا حبايبي غسلت البصل زي ما انتم شايفين، وابتديت ان انا ايه اقطعه ايه زي ما انتم شايفين، اخرطه يعني. المهم، طبعا انا ما لقيتش السكينه الصغيره دي لكام يوم، اما ادور عليها السكينه الصغيره مش لاقياها. المهم عندي سكينه كبيره زي ما انتم شايفينها، قلت اخرط بيها. بس عايزه اقول لكم دراع وجعني والله. افتكرت الواحد عايز يجيب سكينه صغيره يعمل بقى يقطع بقى السلطه، يقطع بقى اي حاجه بتنفع في البيت. المهم ان شاء الله بجيب واحده. المهم يا حبايبي، ايه زي ما انتم شايفين، ايه العيال قالوا لي يا ماما المره دي اعملها لنا ببصل، قلت لهم ماشي. قالوا ايه مش عايزين توم، يعني التوم يا ماما ايه بينفخ بطننا. انا قلت لهم ماشي يعني، اللي انتوا عايزين انا اعمله لكم. وقالوا لنا كمان اعملوا لنا ايه معاهم حبه مكرونه. قلت قلت لهم ماشي. طبعا انا عند ابو مريم بيحب ياكل الحاجه بالعيش يعني، فانا برضك جبت عيش، بس بحيث ايه ان انا اعمل الكبده. اللي عايز ياكل بعيش ياكل، اللي عايز ياكل ايه يعني المكرونه ياكل، يعني اللي يعجبه حاجه. انا عن نفسي والله بحب اكل بالعيش انا وابو مريم. هما بقى بيحبوا ياكلوا ايه الكبده بالمكرونه كده يعني. المهم زي ما انتم شايفين ايه، اللهم صل على النبي، ايه خرطت البصله، واللهم صل على سيدنا محمد. ايه يا ابويا مش قادره بصراحه، البرد ايه. انا كنت بشوف المكرونه كانت لسه ايه ما استوتش، وهنا حطيت الزيت في البصله ايه. وقلت بقى ايه مش بحمرها يا حبايبي، انا بخلي البصل بس تدبل وبنزل عليها بالكبده بصراحه. تمام. بس انا يا حبايبي بصراحه عملتها ايه ببصل، يعني الكبده بالبصل بس، ما حطيتش فلفل. ليه بقى؟ العيال مش بيحبوا عندي ايه الشطه بصراحه يعني، حتى ماي الصغيره يعني مش بيحبوا الشطه. فانا كنت جايبه مخلل
ومخلل فيه شطه يعني. فاللي عايز ياكل بره يعني مثلا بره بيحبها بالشطه وانا بحبها بالشطه، بس انا معلش والله بصراحه اعملها حراجه عشان العيال يرضوا ايه، يرضوا ياكلوها. صلوا على النبي يا حبايبي، صلوا على النبي. المهم ايه، قلت خلاص اخلي مثلا جايبه مخلل اهو حلو وفيه شطه بردك اللي ابو مريم ياكل وانا اكل ليه بره ايه. المهم ايه يعني على جنب بقى ده ليه، بدل يعني ما نحط شطه فيها في الكبده والعيال ما ياكلهاش حرام. بس الكبده دي يا حبايبي اللهم صل على النبي، ايه كبده مستورده صراحه يعني مش بلدي. جبت مستورده، جبت نص كيلو يعني. المهم والله الحمد لله، والله الف حمد وشكر لك يا رب. والله العظيم محد طايل ولا مستورد ولا بلدي، محدش طايل، ونحمد ربنا على ربنا عطهولنا يعني. فضل ونعمة من عنده، فضل ونعمة من عنده يا رب، فضل ونعمة من عنده. ربنا يا رب كده ايه يديمها علينا نعمة يا رب ويحفظها ايه من الزوال. طبعا يا حبايب قلبي ايه، اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين البصله دبلت، رحت نازله عليهم ايه بالكبده، سبتها بقى ايه تاخد الصدمه يعني، وبعد كده رحت مقلباهم في بعض زي ما انتوا شايفين كده، وسبتهم برضك ايه معليه عليهم النار. وبعد كده بقى ايه هديت النار يا حبايبي عشان الكبده تستوي يعني. انا ما بخليهاش يعني تستوي قوي، وما بقعدش اقلب فيها على طول يا حبايبي بسبب ايه، عشان ما تتهريش مني، تبقى الواحده بوحدتها كده زي ما انتوا ايه يعني شايفين. بس بقى ايه تاخد ايه راحتها يعني. المهم بصوا يا حبايبي، انا محطش ايه اللهم صل على النبي غير ايه حبه ملح وحبه فلفل اسمر على الكبده وخلاص على كده صراحه يعني. ولا حطيت مش عارفه ايه ولا مدرك ايه، لا انا حطيت حبه فلفل اسمر وحبه ملح بصراحه يعني. بس وحطيت حبه فلفل اسمر، والحمد لله كان الله يحب ايه المحسنين، رضا وفضل. بس بتبقى زي العسل يا حبايبي. مش شرط يعني ان انا ايه احط بهارات ياما والكلام ده، لا انا بصوا يعني على طبيعتي يعني الحمد لله كلها نعمة ربنا. مش بالحط اصلا ان احط توابل وحاجات ومش عارفه، لا انا حطيت فيه شويه فلفل اسمر وشويه ملح والحمد لله على كده. وزي ما انتوا شايفين والله بصوا شايفين بسم الله ما شاء الله الواحده بوحدتها، اللهم صل على النبي. وبس ما حطيتش الشطه للاسف، لان انا زي ما قلت لكم العيال ما بيحبوش ايه، ما بيحبوش الشطه وكده. هنا يا حبايبي خلاص كنت خلصت الكبده. صلوا على النبي، صلوا على النبي يا حبايبي. بعد كده رحت ايه قعدت اغرف زي ما انتوا شايفين، شايفين يا حبايبي الكبده طالعه ايه الواحده بوحدتها ازاي بسم الله ما شاء الله. لان الكبده يا حبايبي ايه ما ينفعش تتجلب ياما عشان خاطر ايه اللهم صل على سيدنا محمد ايه ما تتهريش مننا يعني. ايه رايكم يا حبايبي، ايه رايكم كده؟ انا عارفه والله العظيم ان انتوا بتحبوني قوي، ربنا يخليكم ليا يا رب. والله العظيم اي حاجه نعمه من عند ربنا، احنا ما بنقولش الحاجه لا والله. صلوا على سيدنا محمد كده، واللي ما حطش اللايك يحط له اللايك، واجبروا بخاطر ربنا يجبر بخاطركم عشان ربنا يرزقني يا حبايبي. وادعوا لي كده ربنا يكرمني والقناه تكبر. ادعوا لي بالله عليكم، ولو ليكوا حد من اصحابكم وقرايبكم شيروا لي كده الفيديو، والله يبعد عنكم المرض، والله فضلا وليس امرا. انا مش بامر حد، انتوا اخواتي وحبايبي. وهنا يا حبايبي اللهم صل على النبي كنت بغرف المكرونه. شايفين يا حبايبي المكرونه الحبايه حلوه كيف مفلفله ازاي المكرونه، مش معجنه ولا حاجه بسم الله ما شاء الله يعني. الست الشاطره تعمل اي حاجه والله. قال لك الشاطره تغزل برجل ايه، برجل حمار بسم الله ما شاء الله يعني. والله انا بتكلم يا حبايبي وانا بص تعبانه اقسم بالله مش قادره. صلوا على النبي، اللي وصل لحد ان يصلي على النبي كده ويحط لي اللايك والله والله ما هتخسر حاجه. يا اللي انت بتشوف الفيديو ما هتخسر حاجه لما تكمل الفيديو للاخر، ومش هتخسر حاجه لما تحط لي اللايك. عند ربنا، عند ربنا والله العظيم، والله العظيم عند ربنا. يعني عايز تعمل لله وتعمل لله عز وجل حط لي اللايك. عايز تعمل لربنا عز وجل شاهد لي الفيديو للاخر عند ربنا. والله العظيم انا يعني المحتوى بتاعي على جد حلو، بس والله العظيم الحمد لله والله انا بحمد ربنا. يعني انا عارفه محتواي على جد بس زي بعضه يعني مش هتخسر حاجه يعني. استاهل منكم الدعم والله ان انتوا تقفوا جنبي يا حبايبي. وصلوا على النبي كده. ايه رايكم في الاكل يا حبايبي بعد ما خلص؟ ربنا يا رب يخليكم ليا ويبعد عنكم المرض على وقفتكم جنبي. وبصوا رزقكم من حيث لا تحتسبوا، ويكرمكم ويوسع رزقكم، ويبعد عنكم ولاد الحرام يا رب العالمين، ويخلي لكم عيالكم وازواجكم ويكرمكم. وتعالوا بقى تعشوا معانا احلى كبده ومكرونه. ايه رايكم فيا يا حبايبي؟
استاهل لايك ولا ما استاهلش؟ طيب ربنا يخليكوا ليا يا رب، ربنا يديمكم نعمه في حياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حبايبي.